في لحظة كان يفترض أن تكون فرحًا، اندلعت عاصفة من الجدل. لامين يامال، جوهرة برشلونة، يحتفل بعيد ميلاده 18. لكن ماذا فعل؟ استعان بأشخاص من قصار القامة لأغراض ترفيهية. وهنا انفجرت الانتقادات. منظمات حقوقية تتهمه بالإساءة، ووزارة الحقوق الاجتماعية تلوح بفتح تحقيق رسمي. رئيس المجلس الأعلى للرياضة يصرح: الرياضة قيم واحترام، وما حدث غير مقبول. وفي خضم هذه العاصفة، يتسلم يامال القميص الأسطوري رقم 10، قميص ميسي، مارادونا، ورونالدينيو، بعد موسم ناري. 18 هدف، 25 أسيست، وثلاثية محلية. والآن حلم دوري الأبطال وكأس العالم يلوح في الأفق. لكن السؤال يبقى: هل يستطيع يامال حمل إرث الرقم 10 وسط العاصفة؟ ولا ننسى، الكامب نو لا يرحم.